أسلام، أشرف، عبد الرحمن، إسماعيل، حسين، عيشة، أحمد، محمود. ما تيجي أقول لك اسمك إيه؟ استعد صديقنا طه المجتهد لعرض برزنتيشن في إحدى مسابقات الكلية، لكن اليوم ده كان غريب فانتازي، محدش بيقول له طه، لكن أسامي تانية سمعتها في مقدمة الفيديو ده. مستعدين للحكاية؟ يلا بينا يلا بينا. لاحظ طه عدد كبير من فرقته في مكتبة قرب الكلية. حاول يدخل فتقال له ممنوع، ممنوع يا اسلام، اسمي طه. الراجل احتد اكتر وقال له ممنوع، وبدأ يجري يمين وشمال ويحرك في ايديه زي عضل منفع حنام فتى الطاير، ويقول له ممنوع. هو انت مخك في رجليك ليه؟ هو انا محمد صلاح؟ باستماع تدخل. اول ما شافته امينة المكتبة قالت له اشوف ازيك. سمية ازيك؟ اسمي يوعي على فكرة، وانا اسمي طه. اخذ الكتاب، عدى من بوابة الكلية، مشي شوية قبل ما يوصل للسلم اللي المفروض يطلع منه. سمع بنت بتناديه من ظهره، عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن. لف. انا عارفة اسمك طه مش عبد الرحمن، بس انا شايفة او حاسة مش عارفة يعني ان عبد الرحمن اريق عليك. بصي، هو لو اسماعيل على جيبة سودا يبقى زي الفل. طلع قسمه، لقى المدرج عليه زحمة والدخول بالضرب. الناس حاجزة هنا بقالها 3 أيام. وهنا قال الدخول بالآدمية مش بالأقدمية. بصعوبة دخل، لقى بنت بتديله كرسي وتقول له حسين اتفضل الكرسي. قال لها شكرا، لو حابة أنا ممكن أبقى عايشة بس أخد الكرسي دوت. عرض البرزنتيشن، وبعد انتهاء المسابقة الدكتور شاور عليه وقال أحسن واحد يا جماعة أحمد. الحمية خدت ولد قاعد ورا خالص وقال له دكتور دكتور دكتور، ما اسموش أحمد يا دكتور. الدكتور بص له كده وقال له امال اسمه ايه يا ابني؟ قال له محمود يا دكتور. هنا طه اتشل وجاله العصب ال15 زي جوارديولا وقال اسمي طه بس كلها اسامي النبي. اخيرا لو اسمك حلال وحلو وموسيقي احمد ربنا، ومتنساش تعمل لايك وشير وصلي على النبي في ليلة الجمعة. كنتم مع مصطفى حسين.